الوصفة دي بعملها لما بكون مكسلة ومش ليا اي مود ان انا اقف في المطبخ اعمل اي حاجة. اكلة المستعجلين، اكلة المغتربين يا جماعة. اكلة كده في منتهى السهولة، في 10 دقايق هتجهزيها. ما بنعملش اي خطوات بقى، كله على بعضه. حطيت هنا مكرونة اي نوع عندك، انا كان عندي شكل الصدفة الجميل ده. حطيت كيس حوالي 350 جرام، وعليهم بقى طماطميتين كده متقطعين مكعبات صغيرة، وفلفل بقى رومي وفلفل الوان، وبصل ومرقايه كده هتديني نكهه جميله قوي قوي. وملعقه كبيره كده من الثوم، وهحط هنا كمان ملعقتين من الصلصه الجاهزه المعلبه. وهبتدي دلوقتي بقى ان انا ابهر. هضيف هنا ملعقه صغيره من الكزبره الجافه، نص ملعقه صغيره من الكمون، وهظبط كده الملح بتاعي. وطبعا لزوم سبايسي يا جماعه، هعمل ايه؟ هضيف هنا الفلفل الاحمر. طبعا كل البهارات دي اختياري بالنسبه لك. انا هنا ضفت المرقه علشان ما احطش بهارات كتير. وميه بقى مغليه كده من الكتل، واشتغلت بقى اضيف على طول. وبصوا حوالي كده يبقى فوق السطح بتاع المكرونه بحوالي كده عقلتين صباع. وطبعا زي ما انتي متعوده بتسوي المكرونه ازاي. كل ده مع بعضه. بصوا يا جماعه، ما وقفناش بقى كتير وعكينا. هنقلب بقى كل الكلام الجميل ده مع بعضه، ونعلي النار نخليها عالية، ونغطي لغاية ما تغلي بالشكل ده. اول ما تغلي هنهدي النار ويستوي براحتهم. وما بين كده كل دقيقة والتانية قلبي، علشان المكرونة طبعا النشويات بتاعتها موجودة دلوقتي معايا، هتطلع في المية دي. فعلشان ما تلزقش كده في بعضها، يعني كل دقيقتين 3 كده حاولي اديها تقليبة. بصوا، حسيتي اللون بتاعها فاتح شوية، ضيفي تاني ملعقة من الصلصة. بصوا انا هنا استخدمت ملعقتين برضو من الصلصه، ايا كانت الطماطم اللي انا هنا مستخدماها ما كانتش لونها احمر قوي يعني، كانت الطماطم فاتحه شويه. بصوا بقى، ولا بقى حطينا كركم ولا بابريكا ولا الحاجات دي كلها. المرقه بتغنيني عن كل البهارات دي. وبجد يا جماعه، في 10 دقايق او ربع ساعه بالكتير وهتقدمي المكرونه الجميله دي. بصوا بجد تحفة، جميلة جميلة قوي، طعمها خرافة. طيب بالنسبة للفلفل الالوان يا جماعة، احنا فرزناه مع بعض قبل كده على القناة. فهاتيه بقى وفرزيه قبل ما الدنيا بتغلى وبتولع، وهيبقى كتير قوي في السعر بتاعه. فطريقة التفريز بتاعته هسيب لكم لينك الفيديو اسفل الفيديو ده في صندوق الوصف. بصوا بقى، بجد يا جماعة طعمها رهيب قوي، حلو حلو قوي. وكل الحاجات المكعبات دي مش بتبان فيها في الاخر، لكن بيبان طبعا طعمها. لكن مش بتبان فيها لاني خلاص بتدبل قوي مع الغليان المية، وعلى بال ما بتستوي المكرونة بتبقى الحاجات دي كلها استوت زي الفل. طبعا كده يا جماعة مع عصرة ليمون، لو ما اكلتيش المكرونة بالليمون قبل كده فايتك كتير. بس يا جماعة انا عاشقة جدا لليمون، تقريبا بحطه في كل حاجة. فطبعا على حسب مذاقك يعني. انا بحب قوي قوي ان انا احط ليمون على المكرونه. شايفين شكلها جميل قوي، شكل الصدف ده كيوت قوي. بجد يا جماعه، وصفه عشاء كده تخلص معاكي يعني في دقايق. مفيش بقى وقفه كتير ولا اي حاجه، وبرده مش تقليديه. يعني لا سلقنا المكرونه ولا حمرناها. واشوفكم حبايبي في فيديو جديد ووصفه جديده.